مساء الخير. اليوم عندنا شقة 3 غرف وصالة في منطقة يواجك في إزمت. شقة بتيجي دوبلكس آخر دورين داخل مجمع صغير عبارة عن بنايتين. احنا هنا بنصور من عند الصالة. شقة مع إطلالة جميلة جدا، مساحتها كبيرة، فيها غرفتين بتيجي ماستر وهي بيجي معاها 4 حمامات. هخلينا نروح نشوف تفاصيل الشقة ونتكلم أثناء تصوير الفيديو. احنا هنا عندنا مدخل باب الشقة بيجي بالشكل ده كده. الدور عبارة عن شقتين. هنا في طبعا الاسانسير او المصعد، في شقة هنا وشقة في المقابل. اول ما بدخل من باب الشقة عندنا هنا خزانة بتيجي على ايدينا اليمين، مقابلها عندنا في حمام ضيوف يجي بالشكل ده كده. هنا عندنا درج سلم يطلعنا فوق على الغرف. هنا جزء تحت درج السلم نقدر نستخدمه كمخزن. وهنا عندنا المطبخ وهنا الصالة. نبدأ بالصالة. الصالة مساحتها كبيرة زي ما احنا شايفين، الإضاءة داخله لها بشكل كويس جدا، معاها تراس أو بلكونة كبيرة. مساحة التراس حلوة جدا بالشكل ده كده، معاها إطلالة جميلة زي ما احنا شايفين. قدامنا باين جبل كرتبة بالشكل ده كده. بلكونة في عندنا هنا جزء تبع السخان اللي هو الكومبي بيجي بالشكل ده، مساحته كويسة جدا. وده شكل التراس. وطبعا عندنا التراس مشترك ما بين الصالة وما بين المطبخ. هنا عندنا المطبخ. مطبخ مساحته كبيرة جدا، يعني ممكن نحط طاولة هنا من 4 كراسي، مع هتسلم طبعا مع الخزانة مع الإطلالة اللي احنا شايفينها كده. إطلالة جميلة جدا بالشكل ده. هنطلع فوق نشوف تفاصيل الغرف. فوق عندنا غرفتين ماستر وحمام رئيسي. أول ما نطلع هنا على إيد اليمين عندنا الحمام الرئيسي. عندنا هنا الغرفة الأولى دي بتيجي ماستر. هنا عندنا الغرفة الثانية. هنا عندنا الغرفة الثالثة ودي بتيجي ماستر. وهنا عندنا خزانة، وداخل الخزانة في مكان لغسالة الملابس. خلينا نبدأ من الحمام. الحمام هنا مساحته كبيرة بيجي بالشكل ده. هنا عندنا الغرفة الأولى بيجي معاها حمام. هنا مكان الشاور بوكس. هنا عندنا الغرفة الثانية تيجي بالشكل ده كده، معاها بلكونة وتراس مع إطلالة جميلة بالشكل ده. ده شكل التراس. التراس مساحته كويسة. التراس اللي احنا فيه مشترك ما بين الغرفة اللي احنا كنا بنصور فيها هنا وما بين الغرفة اللي جنبها. وهنا عندنا الغرفة الثالثة والأخيرة، معاها إطلالة جميلة على الطبيعة والجبل. وهنا الحمام الخاص بيها. طبعا في الجزء ده هنا مكان المغسلة، مغسلة الإيد هتركب. وهنا عندنا مكان الشاور بوكس بالشكل ده كده. كنت معاكم أنا مينا اسكندر من شركة فل ابتكار العقارية.